لوبيا. عملت النهارده لوبيا. اتفرج على الفيديو عشان تعرف الطريقه. واول حاجه هنزل بالحل وبعد كده هنزل بالزيت. ومعايا لحمه من الموزه وعليها قطعه دي وهفضل اقلب فيها لحد ما تحمر شويه. ومعايا توابل شحيحه عباره عن قرفه ورق لورا وحبهان وهنزل بنص بصلايه. وزي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتي احمرت شويه. هنزل عليها بقى بالميه وهسيبها بقى تستوي. وكده بعد ما اللحمه بتاعتي تستوي هنزل عليها بملح وهسيبها على جنب. وحطيت حله تانية على النار وهنزل عليها بالزيت. ومعايا بصله كبيره متقطعه مفروم صغير وهفضل اقلب فيها لحد ما تتشوح. وكده بعد ما البصلات اتحمرت شويه هنزل عليها الطماطم وهفضل اقلب فيها شويه ببهارات بابريكا وفلفل اسود. وبعد كده هنزل بشويه شوربه بتاعه اللحم. وبعد كده هنزل بلوبيا. اللوبيا ديت انا كنت ساليها قبل كده فهنزل بيها على الصلصه. هنزل بقطع اللحم وهسيبها لحد ما تغلي. هنزل بالملح. السر بقى في الاخر فصين توم عليها. وكده يبقى انا خلصت. وكده الشكل النهائي للوبيا. بصوا شكلها عامل ازاي وبجد الريحه جميله جدا. جبت بقى شويه رز عشان ادوق. لا فيها رز ولوبيا ولحمه. اقول بسم الله. جامده. طعمها جامد والله وريحتها جميله. اشوفكم بكره ان شاء الله. ما تنساش تعمل لي فولو. اكمل انا اكل واسيبكم. سلام.